يا صباح الخير على احلى متابعين، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده معانا استاذه فرخه اللي احنا شايفينها دي، طلعتها من التلاجة وقلت لها بس تعالي النهارده هنعمل بيكي حفله حلوه. جبت كده حطيتها في محلول نقع، حطيت فيه ربع كوبايه ملح، ربع كوبايه سكر، حته جنزبيل فريش او معلقه جنزبيل بودر، ليمونتين عصرتهم وحطيتهم بقشرهم وسبتهم ساعه ساعتين تلاتة براحتها. جبت كيلو ملوخيه زي ما احنا شايفين، قرطفته وغسلته غسله حلوه حوالي 20 مره، ونشرته زي ما انتوا شايفين على الملاية يتنشف براحته. ومعايا ربع كيلو فريك غسلته برضو غسلة حلوة. يعني النهاردة لازم الحاجة اللي احنا بنعمل بيها نغسلها وننضفها تنظيفة حلوة. بعد كده حطيت عليهم معلقة ملح، بس بعد ما غسلته مش عملته على طول، لا سيبته حوالي ساعتين تلاتة في مية لغاية ما تمسكي كده الحباية تلاقيها طريت في ايدك. كده خلاص يبقى كويس، هتعملي بيه على طول. بعد كده حطيته على النار، حطيت معاه معلقة سمنة، السمنة اللي احنا شفناها دي اللي الزبدة اللي سيحناها مع بعضينا. سمنة بصوا زي العسل يا بنات والله، مرملة وحلوة خالص. حطيت معاها معلقة السمنة حبة فلفل اسود وحبة ملح، وشوحتهم كده على النار. ساعات بحط معاهم بصلة مفرومة، ساعات ما بحطش. النهاردة قلت خليها خفيف خفيف. واخدين بالكم من اللي حصل؟ القماشة ولعت وانا ما خدتش بالي، بس سترها ربنا الحمد لله. طبعا كانت عيالي ورايا بتتكلم معايا وكانوا روشني، ما خدتش بالي وانا بص عليهم. بعد كده الحمد لله يعني اللي سترها ربنا. بعد كده انا خلاص فلفلت الفريك وعملته. يعني زي ما انت شايفة كده هو ما بيبقاش معجن ولا اي حاجة، لما تنقعيه وتسيبيه ساعتين تلاتة وتروحي مصفياه بعد ما تلي الحباية بتاعته طريت في ايدك، هيبقى مفلفل معاكي زي الفل، ولا هتقولي عجن ولا حصل له حاجة. تحطي فيه السمنة والملح والفلفل وتشوحيه على النار. حابة تحطي معاه بصلاية مفرومة حطي، مش حابة براحتك. كده حلو كده زي العسل برضو. بجيب كده بحشي بيها الفرخة اللي احنا اللي كنا نقعينها في المية. نضفناها كده وغسلناها وشطفناها وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده، فل شمعة منورة كده. بعد كده بجيب ابرة وخيط، والابرة والخيط دول حطاهم انا دايما فين في المطبخ، ما بطلعهمش من المطبخ. اي حاجة بحشيها بخيط بيها بالابرة والفتلة دي، وكل فترة بغير الابرة. باجي كده بربط الرجلين برضو، مش هسيبهم كده عشان خاطر يديها شكل حلو وعشان يستووا ما تفرقعش منك. وفي نفس الوقت ما تمليش الفرخة للآخر عشان خاطر ما تفرقعش منك في الشوربة. هاجي كده احط حلة فيها مية مغلية ومعاها بصلاية جزراية، طماطماية وقرن فلفل، حبة فلفل اسود وحبة ملح. والملح عادي بحطه مع المية قبل ما بحط الفراخ، غير اللحمة عكس اللحمة. مكعب مرقة، حابة تحطيه حبة مش حابة براحتك، يعني زي ما انت عايزة. بعد ما تغلي المية حوالي 5 دقايق بنزل بالفرخة. يعني انا ما بنزلش بالفرخة على طول، لازم احط الخضار الاول يغلي غلوتين في المية عشان يديك الشوربة الحلوة. بعد كده بنزل بالفرخة وبسيبها تستوي على نار هادية، يعني بسيبها الاول تستوي الاول الاول تغلي. بعد ما تغلي غلوتين بهدي عليها عشان خاطر ما تفرقعش منك. لو سبت النار عالية هتفرقع منك، لكن لو هديت عليها النار هتستوي من جوه، وفي نفس الوقت مش هتفرقع ولا هيحصل لها حاجة زي ما هتشوفيها. هاجي بعد كده هجيب معايا 3 طماطمات وبصلاية واقطعهم في الخلاط واحضرهم زي ما انت شايفة كده، 3 طماطمات او 2 زي ما تحبي وبصلاية. بحط معاهم معلقة توم مفروم، معلقة توم مفروم. بحط معاهم نص معلقة 7 بهارات، ونص معلقة من بهارات الشاوي. واحط معاهم برضو معلقة من من الشطة صغيرة، يعني الشطة زي ما قلت لكم قبل كده الشطة بتاعتي مش حامية دي باردة. ومعلقة حلوة من البابريكا، وحبة ملح، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، وحبة فلفل اسود. تتبيلة بصوا حكاية كده زي العسل. هاجي بعد كده هضربها في الخلاط واحضرها واركنها على جنب. هنعمل هنشوف دلوقتي هنعمل بها هجيب اول حاجة معايا الاول 3 بصلات، ومعاهم برضو 3 طماطمات وبصلاية، 3 بطاطسات معلش، 3 بطاطسات و3 طماطمات وبصلاية وقرن فلفل. هنقطع كل الخضار ده زي ما احنا شايفين.
عايزة تقطعيهم شرايح ماشي، طرنشات ماشي، زي ما تحبي يعني اللي انت حباه، كله معاكي شغال. طبعا انا كنت سألتهم انتوا عايزين تاكلوا ايه النهارده، قالوا طب اعملي لنا كنتاكي يا ماما. قلت كنتاكي؟ طبعا زي ما انتوا عارفين الجو ده البرد عايز حاجات كده ترم العظم، حاجات تدفي الجسم. كنتاكي طبعا حلو وكل حاجة، بس احنا عايزين حاجة تدفينا. قلنا لازم نعمل أكلة من أكلاتنا الحلوة الزمنية دي، أكلة أجدادنا وأمهاتنا. بس لازم نعمل أكلة حلوة تدفينا وتدفي جسمنا من البرد. جبت بقى البطاطس زي ما انتوا شفتوا، قطعتها زي ما قلتلك، عايزاها شرايح ماشي، طرنشات ماشي. قطعت البصلاية برضو شرايح او جوانح زي ما انت عايزة بتقولي. نفس الحكاية الطماطم، كله هنقطعه مع بعضه. تقطعيه كده وتحضريه. يعني لازم تعملي كده أكلة تدفي بها ولادك وجوزك وبيتك. أكلة حلوة كده. الشتا بيحب الأكل الحلو، بيحب الأكل اللي يدفي مع شوربة، معاه أكل سخن كده ينزل من على النار وهو سخن، تاكليه كده. أحلى أكلة في الشتا وفي الجو ده بالليل أو مع الغدا، زي ما انت عايزة، حاجة كده تدفيكي. الشتا بيحب الاكل اكتر من في الصيف. يعني الصيف تحب الحاجات اللي هي العصاير والحاجات الساقعة والحاجات اللي هي تطر على القلب، لكن الشتا بيحب الحاجات السخنة اللي تدفي، وبيحب الاكل، بيحب الطبيخ، بيحب الحاجات السخنة. مش زي الصيف، عكس الصيف خالص. فاحنا لازم نمشي مع الموجة. هنيجي كده بعد ما قطعناهم وحضرناهم، هننزل عليهم برشة بسيطة من الكزبرة ورشة بسيطة من الملح، ومعاهم رشة بسيطة من الفلفل الأسود. ما تنسيش ان احنا حطينا في التتبيلة كل البهارات، يعني هي مش محتاجة، احنا هنحطها بس كده نحيق بيها البطاطس والبصل والطماطم، حبة الخضار دول بس. هنقلبها تقليبة حلوة كده، وهنفرشها فين في الصينية، ونحط عليها معلقة من الصلصة بس. وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. وزي ما انتوا شايفين الملوخية انا لسه برضو فردها على الملاية عشان خاطر تتنشف من المية. هنقلب كده تقليبة حلوة. وخلاص كده احنا طبعا حطينا الفرخة على نار هادية، والفرخة خلاص بقت نص سوا، ما تسويهاش سوا كامل، نص سوا. طبعا انا كنت مسخنة الفرن وحاطة فين الشبكة حطاها في اخر رف في الفرن من تحت، اخر رف في الفرن من تحت. قبل ما تحط الشبكة في اخر رف طبعا هنكون مسخنين الفرن، انا مشغلة الفرن عليها من بدري وسايباها عشان خاطر تسخن. هحط الاول الصينية على ارضية الفرن، اول ما تغلي البطاطس غلوتين تلاتة هنزل بالشبكة في الفرن في اخر رف من تحت، واطلع الفرخة عليها تستوي البطاطس والفرخة تحمر معانا. طبعا احنا حطينا التتبيلة على الفرخة وعلى البطاطس وعلى كله. البطاطس لسه نية والفرخة نص سوا، وهنسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها في الفرن. هنظبط كده الفراخ. وطبعا انا حطيت معلقة سمنة على فكرة، بس الكاميرا ما جابتهاش. معلقة سمنة مع البطاطس. انت مش حابة تحطي على فكرة ما تحطيش، وهتطلع حلو زي العسل. لو مش حابة تحطي اي مادة دهنية ما تحطيش عادي، وسيبيها كده وهتطلع لك صينية بطاطس تحفة. هاجي كده هعمل شوية الملوخية اللي احنا كنا بننشف فيهم. هجيب حبة شوربة، حوالي كوباية شوربة بس، ولو احتاجت هحط بعد ما احط الملوخية عشان ما تزيدش مني. حطيت معاها ربع معلقة توم مفروم، ربع معلقة سكر، وسنة كربونات. وهسحب الشوربة من على النار عشان خاطر الكربونات ما تفرش مني الشوربة. وهنزل بالملوخية وهقلب اهو زي ما انتوا شايفين كده. الملوخية طلعت مظبوطة انا مع الشوربة، محتاجتش تاني. كل الريمة اللي انتوا شايفينها من فوق دي هنشيلها من على الوش. ما تخليش اي ريمة على وش الملوخية. طبعا ملوخية الشتاء يا جماعة غير ملوخية الصيف. اولا ما بتقطعش،
يعني كيلو الملوخية تجيبيه في الصيف بيرميلك حلة. كيلو الملوخية يعني ده مش كيلو بالظبط، ده كيلو ربع كمان. كيلو الملوخية في الشتاء ما بيعملش طبقين، زي ما انت يعني هم حوالي كده طبقين او طبقين ونص، متزعلوش. هسيبها بقى هديها تقليبة، يعني اول ما تيجي تقلب الملوخية خلاص كده هطفي عليها. هاجي اعمل لها الطشة بتاعتها، معلقة سمنة حلوة معاها معلقة توم مفروم، وهشوح فين في التومة كده على جنب على النار، يعني على الجنب التاني على النار، ما تركزوش معايا. وهنزل كده عليها بعد كده اما تدخل في التشويحة التومة، هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الكزبرة ايه الناعمة بس، وهقلب الطشة تقليبة حلوة كده. والملوخية خلاص اول ما جت تقلب احنا طفينا عليها. ما تسيبيش الملوخية تغلي معاكي كتير عشان ما تسقطش منك، وما تغطيش الملوخية الاتنين دول، لا تخليها تغلي ولا تغطيها. مسكت كده الطشة خلاص اهو، هنزل بيها على الملوخية. هغطي بس اول ما انزل بالطشة، وبعد كده هعري وخلاص كده. احلى ملوخية تاكليها، ريحتها كانت جايبة اخر الشارع، وكان طعمها بصراحة كانت ملوخية حلوة حلوة. شايفين لون وشكل وطعم والله. بس كده هركن الملوخية على جنب وهسيبها كده، يعني هغطيها بس اخلي الورب ايه الغطا موارب. هاجي بقى هعمل شوية لسان عصفور، شوربة لسان عصفور. الجو ده طبعا محتاج شوية شوربة. احلى حاجة بصراحة كانت في الاكل هم حبة الشوربة. معلقة سمنة معاهم معلقة زيت، حابة تعمليها كده ماشي، معلقة زيت ماشي، معلقة سمنة لوحديها ماشي، زي ما انت حابة. هنزل بمج لسان عصفور وهقلب. هحط حبة ملح مع لسان العصفور. طب ليه؟ عشان خاطر يديك اللون الموحد كله. لما تحطي حبة الملح قبل ما تحمري لسان العصفور هتلاقيه كله اللون موحد معاكي. هشوح فيه كده لغاية ما يدينا اللون اللي احنا شايفينه الذهبي الحلو ده. وبعد كده هنزل بحبة مية. مية ليه؟ هسويه الاول في المية عشان ما يشربش الشوربة كلها. وحبة ملح، وراعي ان انا هحط شوربة، والشوربة طبعا فيها كل حاجة، فيها الملح بتاعها والتوابل وكل حاجة، فراعي الحكاية دي منساش عشان ما يملحش مني. بعد كده هغطيه وهسيبه. خلاص كده استوى اهو مفلفل وزي الفل، واستوى بالمية. بعد كده هبدأ انزل عليه بالشوربة. هصفي كده من الشوربة على طول. بس كده اول ما ابدأ اصفي هسيبه يا دوبك يقلب بس على النار، وبعد كده هطفي عليه عشان خاطر ما يشربش الشوربة بتاعته. هيفضل بشوربته زي ما هو مهما تسيبيه ساعة اتنين. لكن لو انت حطيتيله الشوربة وغلى قبل ما تسويه بالمية هتلاقيه شرب الشوربة ونفش في الحلة ومفيش فيه اي شوربة، تحتاجي شوربة تاني. لكن كده مش هتحتاجي اي شوربة، هتسيبيه. انا كده خلاص طفيت عليه. اول ما قلب مع الشوربة رحت طافية عليه وسيبته، هيفضل بالشوربة بتاعته زي ما هو كده. طلعنا الفراخ وشايفين البطاطس، عايزة اقول لكم دايبة دوب. وانا بحب البطاطس دايبة، ما بحبهاش كده ماسكة وناشفة، لا بحبها كده دايبة، تاكليها كده دايبة في بقك. خلاص كده خرفنا الاكل. وطبعا زي ما قلت لكم احلى حاجة في الشتاء ده انك تنزلي الاكل سخن من على البوتاجاز على طول على ايه على الطبلية على السفرة زي ما انت حابة. ادي البطاطس زي ما احنا شايفين استوت مع الفراخ، والفراخ استوت وكانت دايبة، وكله استوى مع بعضه. غرفنا الملوخية والشوربة، طلعنا طبق زيتون. يا ريت لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك، ما تنسوناش لو اول مرة تشوفوني تشتركي في القناة وتفعل الجرس. بعد كده احنا حطينا البطاطس في الاطباق، حطينا الملوخية، حطينا لسان العصفور، وطلعنا الفراخ. شايفين الفرخة عاملة ازاي؟ على فكرة لون الفراخ من التتبيلة اللي احنا حطيناها. ادي الملوخية وادي لسان العصفور.
احلى حاجة زي ما قلت لكم شوية الشوربة كده تشربيهم في الشتاء ده، هيدفوك ويدفوا جسمك ويدفوا صدرك. أكلة بسيطة بس كانت حلوة، وبألف هنا يا رب للي كل، وبألف هنا للي يجرب. مش محتاجة يعني، ومش مكلفة كتير ولا حاجة، بس أكلة تعجبك في الشتاء اللي احنا فيه. هنيجي بقى هنفك الغرز بتاعتها يا جماعة، مش هنسيبها كده متكتفة يعني، كفاية كده. تشيلي الفتلة، وخصوصا لو انت عاملة عزومة ولا حاجة لضيوفك، اوعي تنسي وتطلعيها بالخيط بتاعها. هنشيل كده الخيط منها وهنفتحها وهنشوفها عاملة ازاي من جوه. ايوه افتحيها كده، افتحي. شايفين البخار طالع ازاي وهو سخن؟ لسه كنت منزلها من على النار. شايفين اهو البخار لما يطلع عليكي كده وانت عامله الاكل سخن. شايفين الفريك واحده بوحدته، حبايه بحبايه، مفلفل ولا معجن ولا ناشف ولا فيه اي حاجه. شايفين لحمه الفراخ بيضه من جوه ازاي؟ ده بسبب المحلول اللي احنا بنسيبه فيها، بيسحب اي زفاره اي دم اي حاجه في الفراخ، بينضفها ويخليها ليكي زي الفله من جوه. وادي الفريك اهو دايب وفي نفس الوقت مفلفل، ملوخية خضرة كده زي اللي انتوا شايفينها ده، زي الزرع بالظبط. شوية البطاطس دايبة دوب. كانت بصراحة كان طعمها زي العسل، وخصوصا التتبيلة اللي احنا عملناها وحطيناها عليها بالفراخ. الفراخ نزلت اللي فيها نزل على البطاطس، فادى طعم للبطاطس. شوية لسان العصفور حكاية. يا رب يكون الأكل عجبكم، واشوفكم على خير.